السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هذا التلفاز كي تشعلو يظهر لك الخط، نص بالأزرق وهذا ما فيش. طبعا والو ما يجيش، هذا معطل. هذا نصف الشاشة يعمل ونصف الشاشة لا يعمل. سأقوم بإصلاح هذا التلفاز أو هذا العطب. سأقوم بإطفائه. يجب عليكم أن يكون شخص كبير معكم، لأن الكهرباء لا ما تلعبوش معها الكهرباء، لأن الكهرباء طبعا راح تقتلك مجرد أن تلمس تاعها. راح نجري فحص شامل المكثفات، كل شيء، أجزاء هذه الإلكترونية. إذا كان أحدهم معطل أو هناك أي خلل سأقوم بكشفه. سأقوم نزع من السلامة. طبعا بعد ما أقوم بتفكيك سأوريكم الكمال. طبعا بعد ما قمت بتفكيك من هذا إلى هذا، كما ترون هنا سأقوم بالبحث على أي شيء لديه مشكل أو عطب. كل شيء هنا سالم. سأقوم هنا الذهاب مباشرة إلى المكثفات، وحذاري من هذا، حذاري جدا من هذا المولد أو المكثف. لا تقوم بالاقتراب منه، لأنه قد يكون فيه شحنة متبقية حتى يتسبب إليك إلى القتل النهائي. تعرضت إلى الصعقة كهربائية. ها هو هذا. لا تقوموا بأي شيء أو لمسه، لأنه يوجد داخله صعقة كهربائية. هذا الموجب. كما ترون لا تقوموا بأي شيء من هذا اللمس. طبعا سأقوم بالذهاب إلى المكثفات، هذه المسؤولة عن الشاشة. كما ترون هنا انتفاخ هذا المكثف، ومنتفخ غير سليم، وهذا سليم وهذا سليم، وكل المكثفات سليمة جدا. كما ترون كل المكثفات سليمة، لا يوجد أي شيء في اللوحة معطل أو محترق أو هناك تماس بين الأسلاك. فسأقوم بتبديل هذه. هنا مسؤولة عن الشاشة، المكثفات. سأقوم هنا قمت بتغييرها، ولا جدوى. سأقوم هنا بتغيير كل مكثف منتفخ. هذا المكثف منتفخ. طبعا حجمه 35 فول و1000 نانو فراد. هذا المكثف الأسود، وهذا طبعا 35 فول. هنا طبعا هذا المكثف هو المنتفخ. هنا على أنه وجود مشكل في هذا المكثف. سأقوم بتغييره. طبعا قوموا بإحضار أي مكثف، هذه القطع الإلكترونية القديمة أو أي شيء قديم. أنا قمت بتبديل من 35 فول، قمت بتبديلها إلى 400 فول و22 نانو فراد. هذا أصغر من هذا بكثير. هذه من حجم الساعي. هنا 1000 نانو فراد، وهنا 22 نانو فراد، ولكن هنا 35 فول، وهنا جبت 400 فول. طبعا جبت بأشياء قديمة مثل شاحن كهربائي، شاحن إذا عندك لا يوجد هذا تجدها في الشواحن.
طبعا تجدها في المصابيح البيضاء طبعا الكبيرة، أو تجدها في أي قطعة إلكترونية تقوم بإبدالها فقط. سأقوم بتركيب هذا وإشغال الجهاز، هل جدوى أم لا؟ طبعا سأقوم بتبديل هذا المكثف بكوية لحام. طبعا بعد ما أقوم بإبدالها، تبديل المكثف المنتفخ الأسود، هذا الأسود، سأقوم بتغييره. إن هنا منتفخ فهناك عطب، سأقوم بتغييره وإشعال الجهاز، هل يشتغل أم لا؟ طبعا بعد ما قمت بنزع هذا المكثف المنتفخ هنا، كما ترون إنها مكانه هنا كان موجود هنا، قمت بنزعه وهو منتفخ، وسأقوم بتبديله تبديله بهذا المكثف. أي مكثف مهم، يجب أن يكون المكثف هذا متساوي مع هذا أو أكثر. لا تقوم بتركيب أي مكثف أقل من 35 فولت حتى لا يحدث احتراق أو مشكلة في التلفاز. هنا لا تقوم بتركيب أي مكثف أصغر من 35 فولت، يجب أن يكون 35 فولت نفسه أو أكثر. أنا قمت بتركيبه 400 فولت و22 نانو فراد. سأقوم بتركيب هذا على هذه اللوحة، على هذا المكان الذي كان يوجد فيه المكثف المنتفخ. على وجود عطب تقوم بإحضار هذا المكثف من أي أشياء إلكترونية أو أشياء المصابيح أو إلى غير ذلك. كما ترون هنا قمت بتركيب هذا المكثف 400 فولت، ونزع هذا المكثف المنتفخ. هذا هو الأصلي للوحة الأم، أي الكارت مير، هذا هو الأصلي الذي أتى منه، ولكن قمت بتبديله مع هذا الموجود هنا بمكثف آخر، وسأقوم بإشعال. في ورقة واش نقول معليش، وراه هذاك البياسة هذيك اللي عطيتها لك. هذه هاي مغيرة، هذيك أنا غيرتها، هاي المحروقة التالفة، ولكن بقوم بتغيير تلك المكثف وكنت شاعله. راحت له النص، الشاشة سوداء ونصفها هاي صافية. قمت بتغيير فقط هذا المكثف. هيا إلى اللقاء.